في السيشن دي هنعرف مع بعض كيف بدأ الاوبريتنج سيستم وازاي تطور ووصل للشكل اللي بين ايدينا النهارده. المعلومات اللي في الفيديو ده عباره عن مفاتيح هتفهم بيها حاجات كتير جدا في نظم التشغيل، مش مجرد قصص مسليه، مع انها مسليه عادي جدا. فاربط حزام الامان ويلا بينا. لو سألت في كام نظام تشغيل النهارده موجودين معتمد عليهم فعلا، ففي احسن تقدير هتقول ثلاثه. وده لان احنا عندنا ويندوز وماك ولينكس، دول اشهر ثلاثه احنا عارفينهم، لكن ممكن نضيف عليهم اندرويد مع انه لينكس بيزد برضه عادي. ممكن نضيف عليه اي او اس وكام نظام تشغيل اخرين خاصين بالموبايلات تبع شركات اخرى، وكمان انظمه التشغيل الخاصه بالسمارت ووتشز. ممكن نزود كمان انظمه التشغيل الخاصه بالسمارت تي فيز، اي نعم معظمها معتمد على لينكس، لكن كان عندنا حاجه اسمها ويب او اس، وده كان معمول اصلا عشان يبقى سمارت فون اوبريتنج سيستم، ده غير تي في او اس بتاع ابل. ولو انت بتقرا شويه في مجال الكمبيوتر فهتسمع عن حاجه اسمها فري بي اس دي او اصدارات اللي شبهه نت بي اس دي وما شابه. السؤال الثاني بقى، في كام نظام تشغيل ظهر في الدنيا من ساعه ظهور الكمبيوتر المعتمد على الكهرباء؟ اجابه صعبه، لكن بعد بحث طويل وصلت لحوالي 350 نظام تشغيل، وممكن يزيدوا كمان. علشان نفهم اكتر فايده نظام التشغيل هنرجع بالتاريخ لورا اربعينيات القرن السابق. الفتره دي اللي بدا يظهر فيها الكمبيوتر المعتمد على الكهرباء. الفتره اللي قبل الاربعينيات كان عندنا الكمبيوتر الميكانيكي، وعشان تبقى الصوره واضحه اكتر، الكمبيوتر الميكانيكي ده كان عباره عن آلة حاسبة كبيرة وطلع منه مكونات كملت معانا مع الكمبيوتر الكهربائي. فترة الكمبيوتر الميكانيكي دي هنستبعدها من الحكاية لأن ما كانش في أي حاجة ليها علاقة بنظم التشغيل نهائي، ده غير إن المعمارية بتاعة الكمبيوتر الميكانيكي مختلفة تماما عن الكهربائي، فيعتبروا يعني ما فيش أي تواصل بينهم غير في حاجات بسيطة جدا. هنبدأ بإنياك أو إلكترونيك نيوميريكال انتجريتور اند كمبيوتر، ده أول كمبيوتر كهربائي تم تسجيله إنه أول كمبيوتر كهربائي في التاريخ. قبل إنياك نفسه كان في أكتر من كمبيوتر الكتروميكانيكال، ظهر في اوروبا مثلا حاجه زي زي 3، وده ظهر في المانيا، وامريكا نفسها كانت شركه اي بي ام انتجت جهاز معروف اسمه هارفارد مارك 1. لكن انياك يقال انه اول فولي الكترونيك كمبيوتر. تم تطوير انياك عن طريق جامعه بنسلفانيا بدعم مادي كامل من الجيش الامريكي. في الفتره دي الجيش كان بيعتمد على الكمبيوتر الميكانيكي في اجراءات حسابات متعدده، على راسهم حسابات الخاصه بالاسلحه، ده غير طبعا حسابات بحوث العمليات اللي هي نشأت اصلا من علوم الجيش. لو شفت الكمبيوتر الميكانيكي بيشتغل ازاي، وعلى الرغم انه بيوفر وقت كبير الا ان احتمالات الخطأ فيه كبيره جدا، خطوات كتير، اي غلطه في اي خطوه هتحتاج تعيد من الاول. لهذا السبب ومع تطور المكونات الكهربائيه فالجيش قرر انه يعتمد على الكمبيوتر الكهربائي لانه هينفذ حساباته بشكل اسرع بكتير. جهاز انياك كان عباره عن آلة حاسبه متطوره، جهاز كبير جدا قادر انه يعمل اب تو 350 اوبريشنز بير سكند، ودي حاجه البشريه ما شافتهاش قبل كده. شكل البروجرام اللي كان بيتكتب لانياك مختلف شويه عن اللي احنا بنعمله النهارده. البروجرام كان عباره عن خطوات، كل خطوه بتمثل انستراكشن انياك بيفهمها. عدد الانستراكشنز اللي انياك كان بيفهمها كان بيتغير طبعا باستمرار لانه هو كان بيتطور، لكن نقدر نقول انه في المتوسط كان حوالي 1000 انستراكشنز. فالكود بيتكتب في شكل ترتيب للانستراكشنز اللي انياك بيفهمها. الانستراكشنز دي كان بيتم ادخالها لانياك عن طريق كيبلز وسويتشز، بنغير حاله السويتش، بنغير مكان الكيبل، بقى عندنا كود. لو حبينا ننفذ بروجرام مختلف لازم نغير السويتشز والكيبل. اما بالنسبه للانبوتس والاوتبوتس فكان معتمد على البانش تيبز او البانش بيبرز، ودي كانت اشهر شركه بتعملهم اي بي ام. البانش تيبز كانت فكره موجوده من قبل عصر الكمبيوتر بكتير، وتحديدا في صناعه النسيج. على حسب المصادر التاريخيه فانياك اول فولي الكترونيك كمبيوتر كان اسرع ب1000 مره من الميكانيكال كمبيوتر القديم. العمليات الحسابيه لاحد الاسلحه المستخدمه في الجيش اللي كانت بتاخد 12 ساعه على الميكانيكال كمبيوتر بقت تاخد على انياك 30 ثانيه، ده فرق مذهل. انياك ما كانش باينري بيزد، كان ديسيمال بيزد، يعني الداتا فيه كانت بتمثل بالنظام العشري وليس الثنائي. لكن اثناء تطوير انياك نفسه قبل ما يشتغل حتى كانت جامعه بنسلفانيا نفسها بتطور كمبيوترز اخرى، على راسهم جهاز اسمه اد فاك، ده بقى كان اول كمبيوتر باينري بيست. وفي الفتره دي بدات تظهر اجهزه كتير وبشكل سريع وكلها بقت باينري بيست زي اتساك وغيره، والاسم ده مهم لانه كان من الاجهزه اللي فيها تطويرات مهمه. لكن بغض النظر عن الاسامي وكل جهاز اتقدم فيه ايه بالظبط، فخليني الخص لك شكل الاجهزه دي وامكانياتها. قلب الجهاز اسمه سنترال بروسيسنج يونت او سي بي يو، وده اصلا هو الكمبيوتر، ده الجزء من الكمبيوتر اللي فيه مكونات كهربائيه بتعرف تعمل عمليات حسابيه مختلفه عن طريق تمرير التيار الكهربائي في الدوائر الالكترونيه المعقده. عندنا مكون اخر اسمه الميموري، وده بيساعد في شغل السي بي يو، ده المكان اللي بنخزن فيه الانبوتس عشان السي بي يو يعرف يتعامل معاهم، وبنخزن فيه الاوتبوتس لما السي بي يو خلص شغله.
كل سي بي يو كان ليه مجموعه من الانستراكشنز بيبقى فاهمها، لان زي ما قلنا كل انستراكشن اصلا عباره عن دايره كهربائيه، والكلام ده تفهمه اكتر لما تدرس حاجه اسمها لوجيك جيتس. الانستراكشنز بتاعت السي بي يو دي من بعد انياك وبقت مختلفه، ما بقتش سويتشز وكيبلز، لا دي بقت ارقام وحروف. المبرمج بيكتب البرنامج بتاعه على ورقه بقلم ويسلمها للتستر، التستر ياخد الورقه دي ويتاكد ان الانستراكشنز دي بتاعه المكنه دي. بعد كده شخص اخر بياخد الورقه دي ويقعد يكتبها على آلة كاتبه. الآلة كاتبه دي بقى فيها حاجه مختلفه، دي بتكتب لها الحرف الانجليزي او الرقم وهي بتحوله لباينري، حاجه كده زي الاسكي كود، كل رقم وحرف ليه كود معين فبيتحول في الاخر لباينري. فالآلة الكاتبه دي كانت الاوتبوت بتاعها عباره عن اخرام على البانش تيب. زي ما انت شايف مفيش حد كتب باينري بايده، واللي حصل ده ان المبرمج كده كتب ماشين لانجوج. الماشين هنا اللي هي الكمبيوتر، واللانجوج بتاعته اللي هي الانستراكشنز اللي جايه مع المانيوال بتاعه. بعد ما البانش تيب بيطلع من الآلة الكاتبه بيتم تسليمه لشخص اخر اسمه اوبريتور، وده الشخص الوحيد اللي كان بيتعامل مع الكمبيوتر. كل الناس دي ما كانتش بتقعد قدام كمبيوتر، بيستلم التيب ويدخله على الكمبيوتر ويراقب عمليه التشغيل وياخد الاوتبوت اللي هيخرج منه على بانش تيب اخر او بانش كارد، ويطلع الاوتبوت دي ويحطها في مكان معروف. يجي بعد كده البروجرامر يشوف نتيجة الكود بتاعه، لو البرنامج طلع سليم فبيتم الاحتفاظ بيه في مكتبة الأكواد بتاعتنا عشان لو احتاجنا نستخدمه تاني خلاص ده برنامج جاهز. على الوضع ده كده البرنامج بتاعنا بيتنفذ دايركت على السي بي يو، مفيش أي وسيط. في نفس الفترة الزمنية ظهر عندنا حاجة اسمها سب روتينز. بما انك دارس لغة برمجة فهيبقى سهل عليك انك تفهم ايه هي السب روتينز دي، لانها زي الفانكشن او الميثود اللي انت بتعملها. وليكن مثلا عندي كام سطر كود بيحسبوا الجذر التربيعي لاي رقم، فممكن نجمعهم في فانكشن واحده ندي لها اسم، ولما نحتاج ننفذ عمليه الجذر التربيعي نعمل كول للاسم بتاع الفانكشن. اهو السب روتين ده كان اول شكل من اشكال الفانكشنز، وكان بيبدا وينتهي بانستراكشنز معروفه للسي بي يو عشان يقدر يميز السب روتين من الكود العادي. وبرضه كل كمبيوتر كان ليه الاكواد والانستراكشنز وطريقه شغله المختلفه عن الكمبيوتر الاخر. السب روتين ده كان ممكن يكون جزء من الكود بتاعك او موجود في الماشين بشكل مستقل. علشان نعمل كول بقى للسب روتين ده فلازم نكون عارفين مكانه فين في الميموري، لكن ساعه التشغيل احنا في سب روتينز كتير ما بنبقاش عارفين هي مكانها فين، وبالتالي ظهر مفهوم اسمه الريلاتيف ادرس. بمنتهى البساطه السب روتين بيتحط في مكان في الميموري وعنوانه ده هيتخزن في اماكن معروفه في الميموري. ففي اي سطر كود انت عايز توصل ليه السب روتين ده فانت هتستخدم الفاريبلز او الاماكن المعروفه في الميموري. طبعا الريلاتيف ادرس ده من التكنيكس المستخدمه النهارده، لكن احنا كمبرمجين ما بنعملوش بنفسنا. انت لما بتعمل فانكشن بتعمل لها كول بالنيم بتاعها مباشره جوه الكود، انت ما بتحتاجش تبقى عارف مكانها فين. الكومبايلر بقى ليه وظيفه ان هو يسكن كل حاجه في مكانها ويحط العناوين المناسبه في كل مكان. ولو في فانكشن بتستخدمها موجوده بالفعل في النظام او الانفايرمنت اللي انت بتشتغل فيها فبرضه دي مسؤوليه الكومبايلر بالتعاون مع الانفايرمنت يجيب مكان الفانكشن دي بالظبط ويشغلها. عمليه ادخال الانبوت الى الكمبيوتر زي ما قلنا كانت بتتم عن طريق البانش تيب. احنا عرفنا البانش تيب بيتكتب ازاي، لكن كان في جهاز تاني بيقرا بقى البانش تيب ويحوله لاشارات كهربائيه. عمليه بقى استلام الاشارات الكهربائيه دي وتخزينها في الميموري هي مسؤوليه السي بي يو برضه، لكن لازم بروجرام يعرف السي بي يو ان في انبوتس جايه من هنا خدها حطها هنا. فالبروجرام ده كان بيجي غالبا بري انستولد مع اي ماشين، اشكال مختلفه، لكن اول شكل معروف كان اسمه انيشال اوردرز، كان حوالي 40 سطر كود، ودول كانوا بيبقوا متخزنين في بدايه الميموري بالظبط. جهاز الكمبيوتر هو جاي الميموري بتاعته كانت بتبقى متقسمه جزء للحاجات البري انستولد وجزء اللي هنبدا نستخدمه عشان اي بروجرام اخر. الانيشال اوردرز دي هي الشكل القديم للبايوز اللي احنا اتكلمنا عليه في احد الدروس. البايوز ده اول بروجرام بيشتغل فيه الكمبيوتر، ووظيفته قلنا ان هو بيروح للماستر بوت ريكورد ياخد البروجرام اللي موجود فيه ويحطه في الميموري، والبروجرام اللي موجود ده غالبا بيبقى مسؤول عن انه يعمل لود للاوبريتنج سيستم. ده اللي بيحصل دلوقتي. الانيشال اوردرز كان مسؤول عن تحميل السب روتينز في الميموري وتجهيز الريلاتيف ادريسز بتاعتها. والموضوع تطور بعد كده وبقى عندنا سب روتين لايبراريز، وبعض الاجهزه كانت بتطلع من المصنع وهي بري انستولد عليها سب روتين لايبراريز. الكود بقى اللي انت بتكتبه بالاضافه سي بي يو انستراكشنز اللي انت بتكتبها تقدر تعمل كول لسب روتين من اللي موجودين. صناع الكمبيوتر طول الوقت ومن اول يوم اخترعوا فيه الكمبيوتر وهم بيفكروا ازاي يقللوا وقت التشغيل بتاع الكمبيوتر. اصلا ده هدف وجود الكمبيوتر في الحياه، انه يقلل وقت حسابات. فاحنا طلعنا الكمبيوتر بشكل معين وهنشتغل عليه بقى ان احنا نحسنه عشان نقلل وقته هو كمان. ايا كان الوقت اللي احنا بنتكلم عليه ده عباره عن ايه، سواء الوقت اللي الكمبيوتر بياخده في تنفيذ كود او الوقت اللي بيستغرقه الاوبريتور في تشغيل الكود او الوقت اللي بيستغرقه المبرمج والتستر في تجهيز الكود. الكمبيوتر ما كانش بيتصنع في مكان واحد وفي شكل خط واحد، لا ده كان بيتصنع في اكتر من مكان
وفي خطوط متوازيه، وكان طبيعي جدا ان جامعه مثلا تكون صممت كمبيوتر وهو اثناء التصنيع يكونوا صمموا كمبيوتر احدث منه بكتير. ممكن تتفاجئ ان الكمبيوتر طلع قبل كمبيوتر وكان متطور عنه، وان اللي طلع بعدين ده كان امكانياته اقل. الموضوع ما كانش لينير، لكن كل الجهات دي اتفقت على حاجه واحده: العمل على تقليل وقت تشغيل وبرمجه الكمبيوتر. وده امر طبيعي ومنطقي. الكمبيوتر ما اتعملش عشان نمارس عليه هوايه البرمجه، الكمبيوتر اتعمل عشان يكون بزنس اند وور ماشين، مكنه عايزينها تحسب لنا حسابات بسرعه. مش مهم بقى المكنه دي هتشتغل ازاي ولا هيكتب لها كود ازاي، طالما هتدينا النتيجه بسرعه. فمن اجل ذلك كان لازم كل الشركات تتسابق في انتاج اجهزه اسرع وطرق برمجه اسرع، وكمان تجهز الكمبيوتر الجديد بمجموعه من البرامج. بعد كده بدأ يظهر عندنا برامج متطورة شوية عن الانيشال اوردر. من أشهر المحاولات في المنطقة دي نظام اسمه GMNAAIO، وده إنتاج مشترك ما بين جنرال موتورز ونورث أمريكان أفيجن، شركة عربيات وشركة طيارات. ولو خدت بالك فاسم النظام هو الحروف الأولى من الشركتين. أهم ميزة قدمها النظام ده هي إمكانية تنفيذ أكتر من برنامج مع بعض، يعني الأوبريتور يقدر يخلي الكمبيوتر يقرأ مجموعة برامج مختلفة وبعدين الكمبيوتر يبدأ يشغلهم واحد ورا التاني بالتتابع مش بالتوازي. اللي بيحصل ده بقى يتقال عليه باتش بروسيسنج، بنجمع عدة بروجرامز مع بعض وبعدين نخلي الكمبيوتر يقعد يشتغل على تنفيذهم مرة واحدة. طريقة الباتش بروسيسنج أدت إلى تقليل وقت تشغيل البرامج، وبالتالي تقليل تكلفة تشغيل الكمبيوتر. علشان نقدر ننفذ فكر الباتش بروسيسنج فكان لازم يبقى عندنا أنواع جديدة من البروجرامز بتمونيتور أو بتسوبرفايز عملية تنفيذ البروجرام. برنامج يقدر يحدد بداية ونهاية كل بروجرام ويقدر يفصل ما بين الداتا بتاعة كل بروجرام. الجي ام ان اي ده زي ما قلت لك هو تطور للانيشال اوردرز، هو عباره عن انيشال اوردرز عليه شويه سب روتينز. حاول تركز مع الاسامي دي، المونيتور والسوبرفايز، لان دي الاسامي اللي هتبقى مستخدمه بعد كده على طول في الاوبريتنج سيستم. بالتزامن مع التطور ده في كيفيه تشغيل البرامج كان في تطور اخر بيحصل في لغات البرمجه، وبدات تظهر الكومبايلرز والانتربريترز. بس ده خط اخر من الايفولوشن مش هنتكلم عليه. احنا هنا هنركز على تطور انظمه التشغيل والاحداث المهمه اللي شكلت انظمه التشغيل. بس انا حبيت انوه ان كان في خطوط تطوير مختلفه بتحصل في وقت واحد. احنا اللي محتاجين نعرفه بس ان من ناحيه لغات البرمجه فالوضع تحول من ان المبرمج بيكتب ماشين لانجوج لانه بيكتب لغه وسيطه شبه الانجليزي، وبقى في عندي بروجرام اسمه كومبايلر مسؤول ياخد اللغه الوسيطه دي يحولها للماشين لانجوج اللي هي بعد كده بتتحول للباينري. في منتصف الخمسينات بدأت تظهر أنظمة جديدة نقدر نقول إنها تطوير لنظام الجي ام ان اي اي. شركة بيل لابس قدمت نظام تشغيل جديد اسمه بيل سيستم، معروف اختصارا بي سيس. وشركة اي بي ام قدمت نظام اسمه شير، وده كان اسمه الكامل شير اوبريتنج سيستم. ده كان اول ظهور لكلمة اوبريتنج سيستم، والموضوع بدأ يكبر، واللي بدأ ب 40 سطر كود بيحمله برامج في الميموري بقى بينفذ برامج متعددة بشكل متتابع. والسوبرفايزر او المونيتور بدأ يعرفنا البروجرام اللي شغال دلوقتي بيستهلك قد ايه من الكمبيوتنج ريسورسز. وبقى نظام بيحتوي على مكونات مختلفة. الأنظمة دي بدأت تحتوي على كومبايلرز وديباجرز وشوية تولز مهمة جدا في عملية كتابة الأكواد. الكلام ده كان بري انستولد مع كل جهاز. نظام شير على سبيل المثال كان بيجي معاه كومبايلر للغة اسمها فورتران، دي برضو اي بي ام اللي عملتها. فورتران ما كانتش أول لغة برمجة، كان في عندنا لغات برمجة قبل كده، لكن هي تعتبر أول لغة برمجة كبيرة متكاملة فيها مميزات كتير قوي من اللي موجودة في اللغات الحديثة النهارده. هي كانت متقدمة على إنها لغة للماس والساينس، وكان معاها سب روتينز جاهزة للماس والساينس، بس هي كانت لغه تقدر تعمل بيها اي حاجه. هي كلغه كانت جنرال بيربس، فده اللي خلانا نعتبرها انها اول لغه برمجه حقيقيه. وبالمناسبه هي ما زالت بتتطور لغايه النهارده. نرجع للاوبريتنج سيستمز. على الرغم من ان الانظمه دي كانت بتتطور وكل شركه كانت بتضيف مميزات، الا ان كل الانظمه في الفتره دي كانت تعتبر جيل واحد اللي هو الباتش بروسيسنج. طبعا عشان عمليه الباتش بروسيسنج تتم بشكل سليم فكان لازم الكمبيوتر يقدر يفرق بين بدايه ونهايه كل بروجرام. ايام ما كنا بنستخدم البانش كاردز او البانش تيب كان بيتحط كارد بين البروجرامز اسمه كنترول كارد. الكنترول كارد ده كان بيعتبر بدايه بروجرام جديد، وكان بيبقى فيه قائمه بالسب روتينز اللي البروجرام ده محتاجه. حاجه كده زي النهارده لما تيجي تكتب ملف كود وتيجي تكتب في اوله امبورت او انكلود لفايل اخر. في الفتره دي ظهر عندنا الماجنتيك تيبس. المساحه التخزينيه للماجنتيك تيبس كانت كبيره جدا مقارنه بالبانش تيبس، ده غير انه كان قابل لاعاده الكتابه. لو فاكرين شرايط الكاسيت والفيديو القديمه هي كانت ماجنتيك تيبس، كنا بنقدر نمسح الداتا اللي عليها ونحط عليها داتا جديد. طبعا الماجنتيك تيبس كانت بيتم استخدامها في الانبوتس والاوتبوتس، يعني بدل ما كنا بنطلع نتيجه البروجرام على ورق بقينا نطلعها على الماجنتيك تيب. والبروجرام نفسه بعد ما كنا بنكتبه وتعمل له كومبايليشن كان الكومبايلد فيرجن بيتخزن على الماجنتيك تيب. في بداية الستينات بدأ يظهر نظم تشغيل جديدة تحت مسمى تايم شيرنج.
معهد MIT وشركة IBM كانوا من أبرز المطورين لهذه النظم، مش الوحيدين طبعا زي ما احنا خلاص فاهمين، لكن هم كان ليهم السبق. والجيل ده مشابه كتير جدا للجيل الحديث من نظم التشغيل اللي بين ايدينا. اشهر نظام معروف في الجيل ده كان اسمه Compatible Time Sharing System، اختصارا اسمه CTSS. كان مكتوب بلغه برمجه اسمها ماد، واللغه دي كانت منحدره من لغه اسمها الجول. لغه ماد مش مشهوره قوي وصعب تسمع عنها النهارده، لكن لغه الجول هتسمع عنها كتير لو انت بتقرا في تاريخ الكمبيوتر. الكمبيوتر في نظام التايم شيرنج بقى متوصل بعدد كبير من الكونسولز. كلمه كونسول معناها بالعربي وحده تحكم، والكونسول كان عباره عن جهاز شبه الآلة الكاتبه بالظبط وراكب فيه رول من الورق، وكان اسمها الكامل تايب رايتر كونسول. صراحه كده المستخدم بيستخدم الكونسول في انه يطلب من الكمبيوتر برنامج معين من اللي موجودين فين في الماجنتيك تيب. الكمبيوتر بعد ما يخلص شغله يطلع الناتج بتاع البروجرام فين؟ على الورق اللي موجود في الكونسول. الوضع ده جديد ومختلف عن الأجيال السابقة من الكمبيوتر. وبما إننا خلاص حفظنا إن جهاز الكمبيوتر كان بيتطور بسرعة مش طبيعية وفي أكتر من خط متوازي، فأثناء تطوير الأنظمة المعتمدة على التايب رايتر كونسول كان بيتم تطوير الجرافيكال ديسبلايز. ومش بس كده، الكمبيوتر كان بيبقى طالع من شركة بشكل معين وبعد فترة الشكل ده يتغير. يعني عادي كمبيوتر ليه اسمه معروف أول ما ظهر كان باتش بروسيسنج وبيبر تيب، وبعد 3 أو 4 سنين بقى تايم شيرنج وماجنتيك تيب. دي حاجة هتحيرك شوية لو أنت بتحاول تدور في التاريخ، ممكن نفس الاسم تلاقي عليه مواصفات مختلفة. عشان كده البحث في تاريخ الكمبيوتر مش حاجة بسيطة. التايم شيرنج بدأ الكلام عنده أصلا في الخمسينات، لكنه بدأ يتطبق في الستينات. أهم مميزات جيل التايم شيرنج إن الكمبيوتر بقى يتعامل مع أكتر من يوزر في وقت واحد، بعكس الجيل السابق اللي ما كانش محتاج حاجه زي كده. كل كونسول في التايم شيرنج مرتبط بالكمبيوتر كان عباره عن يوزر، والكمبيوتر بيفرق بين الاوامر اللي جايه له من كل يوزر. والاهم من كده انه بقى يدعم الكونكرنسي، يعني انه ينفذ اكتر من بروجرام في وقت واحد، بعكس الباتش بروسيسنج اللي كان بينفذهم بالتتابع. طريقه تنفيذ اكتر من بروجرام في وقت واحد دي حاجه احنا هنشرحها بالتفصيل في الكورس، لكن مبدئيا عايزك تفهم ان الموضوع فيه تريك، لان البروسيسور الواحد او الكور الواحد ما يقدرش ينفذ اكتر من بروجرام في وقت واحد، لكن بالنسبه للمستخدمين فكل واحد هيحس ان هو فقط اللي موجود على الكمبيوتر. فكره الكونكرنسي دي طبعا وفرت وقت كبير جدا. احنا ما زلنا في مرحله ان البرمجه منفصله عن الاستخدام، يعني التايب رايتر كونسول ده للمستخدمين مش للمبرمجين. المبرمجين ما زالوا بيكتبوا الكود بتاعهم على اجهزه تانية وبتتخزن على ماجنتيك تيب. طبعا واضح جدا ان من ضمن الحاجات الجديده ان البروجرامز بقى ليها اسماء، اليوزر بيعمل كول لاسم البروجرام. ومش بس كده، ده البروجرام كمان بقى فيه امكانيه انه ينتظر انبوتس من اليوزر اثناء التشغيل، اللي هو مثلا يطلع له رساله يقول له ادخل الرقم الاول فيدخله، وبعدين يقول له ادخل الرقم الثاني، وهكذا. اللي بيحصل في بدايه الستينات ده من ناحيه استخدام هو تقريبا مشابه للي بيحصل النهارده مع اختلاف حجم وشكل الاجهزه. التايم شيرنج وتحديدا نظام CTSS زي ما قلنا بدا يتطور في MIT تحت قياده دكتور فرناندو كورباتو. وعلى الرغم من ان كورباتو مش من الاسماء المشهوره النهارده، لكنه كان اسمه مهم جدا في صناعه الكمبيوتر، وكمان هو اول واحد يخترع فكره اليوزر نيم والباسورد. في الفتره دي برضو حصل تطور في وسائط التخزين، وبقى عندنا الماجنتيك ديسك، وده مختلف عن الماجنتيك تيب. الماجنتيك ديسك هو الجد الاكبر للهارد ديسك درايف. بما اننا بقى عندنا وسائط تخزين كبيره هدفها تخزين ملفات كتيره، فكان طبيعي يظهر عندنا حاجه اسمها فايل سيستم. وطبعا الفايل سيستم ده جزء من مسؤوليه نظام التشغيل. لو فاكر في الدرس الخاص بالفيرتشوال ماشين لما قلت لك ان التكنولوجي دي كانت موجوده عند IBM في الستينات، فشركه IBM كانت بتتعاون مع MIT عن طريق انها بتوفر لهم اجهزه يا مجانا يا باسعار مخفضه جدا. اجهزه الكمبيوتر اللي كانت بيشتغل عليها التايم شيرنج كانت بتدعم الفيرتشوال ماشينز. نظام CTSS كان بيقدر يعمل فيرتشوال ماشينز. بدأ يظهر عندنا مفهوم البرامج اللي بترن في الباك جراوند والبرامج اللي بترن في الفور جراوند. هو قد يكون مختلف شويه عن اللي احنا فاهمينه النهارده. يعني مثلا على الموبايل الخاص بيك ممكن يكون عندك ابلكيشن للشات بس انت قافله مش فاتحه، لكن في جزء منه شغال انت مش شايفه. لما بيجي لك رساله جديده بيبدا يعمل لك نوتيفيكيشن فانت تفتح الابلكيشن. الجزء اللي انت مش شايفه ده احنا بنقول عليه في الباك جراوند، والجزء اللي انت بتفتحه اللي هو الUI وبتشوفه بنفسك كده بنقول ان هو في الفور جراوند. لكن زمان ايام ما التايم شيرنج بدا، الباك جراوند بروجرامز كانت بتتقال على البروجرامز اللي انت كمستخدم مش هتتعامل معاها. مثلا البروجرام اللي مسؤول عن التعامل مع الماجنتيك تيبس انت عمرك ما هتتعامل معاه، فده بيتقال عليه باك جراوند بروجرام. لكن اي برنامج تاني كان متاح لليوزر ان هو يكتب اسمه ويشتغل ده كان بيتقال عليه الفور جراوند بروجرام. اصلا عمليه تلقي الاوامر من اليوزر وتفسيرها دي كانت بترن في فور جراوند بروجرام. اول ظهور لامكانيه مشاركه الملفات بين المستخدمين كانت في CTSS. السيستم ده كان بيقسم الكمبيوتر لاكتر من فيرتشوال ماشين، كل يوزر كان ليه الفيرتشوال ماشين الخاصه بيه، وبالتالي جزء من الديسك كان بيبقى معزول لليوزر ده فقط. لكن تم تقديم خاصيه مشاركه الملفات عن طريق ان احنا بنعمل حاجه اسمها سيمبوليك لينك اللي احنا عارفينها النهارده باسم شورت كات.
جهاز الكمبيوتر اللي اشتغل عليه CTSS كان متعدل عن الأجهزة المعتادة. أهم تعديل حصل عليه هو إنه كان بيجي باتنين ميموري مش ميموري واحدة منهم مخصوص عشان ال CTSS سوبرفايزر وكان اسمها A كور، والتانية مخصصة لليوزر بروجرامز وكان اسمها B كور. المهم في التعديل ده مش إن هم فقط اتنين ميموري، المهم إن الكود اللي كان بيشتغل في البي كور كان ريستريكتد. بعض الانستراكشنز كانت اكسكلوسيف على الاي كور فقط. الاي كور الجزء اللي فيه السوبرفايزر. على سبيل المثال تعليمات القراءه والكتابه اللي هي بتاعه الاي او، ان انا اكتب او اقرا ملفات مثلا، دي كانت حصريه على الاي كور، ريستريكتد في البي كور. واليوزر عشان يكتب او يقرا ملفات كان بيطلبها من الاوبريتنج سيستم عن طريق كوماندز اسمها سوبرفايزر سيرفيسز. اللي انا بقوله لك ده بيحصل النهارده مع اختلاف الاسامي، وهتشوف بنفسك في الكورس الكلام ده بيحصل فعلا. بعد تقريبا سنتين من ظهور ال CTSS تم إضافة ميزة مهمة جدا فيه، وهي إمكانية الوصول للكمبيوتر عن طريق تيرمينالز موجودة في مكان بعيد عن طريق خط التليفون. التيرمينال هي كونسول لكن عليه شوية إضافات، أهمها هو تليفون ومودم. سنة 1963 الناس كانت بتورك فروم هوم، والناس دي غالبا كانوا مبرمجين. للأسف من بداية عصر الكمبيوتر والمبرمجين كانوا دايما تحت الطلب تحسبا لأي حالة طارئة أو لاستكمال شغلهم اللي متأخر دايما. وفعلا الشركات الكبيرة كانت بتحط تيرمينالز في بيوت المبرمجين بتوعها. طبعا الفائدة الحقيقية من استخدام التيرمينال هي إن البيزنس يوزر يقدر يتعامل مع الكمبيوتر من أي مكان. البيزنس يوزر ما بقاش مضطر يبقى موجود في نفس المكان اللي فيه الكمبيوتر. ده خلى شركات كتير زي مثلا شركات الطيران ان هي بقى عندها نظام حجز معتمد على الكمبيوتر نفسه موجود في مقر الشركه، وكل فرع بقى للشركه موجود فيه تيرمينال، او حتى في المبنى الواحد للشركه كان بيتم استخدام تيرمينال في الادوار اللي بعيده عن الدور اللي فيه الكمبيوتر ذات نفسه. احنا لسه في الفتره دي ما عندناش ولا انترنت ولا النتورك بالشكل الحديث، بس احنا عندنا شبكه تليفونات. كان مطلوب بس من الكمبيوتر ونظام التشغيل ان هو يكون جاهز للتعامل مع الوضع ده. مستخدمين CTSS كانوا يقدروا يبعتوا لبعض رسائل عن طريق كوماند اسمه ميل. تم تقديم كوماند اسمه رانكوم، وده بيخلي المستخدم يكتب مجموعه من الكوماندز في فايل ويكسكيوت الفايل ده كله مره واحده. مش بس كده، ده كان بيقدم امكانيه انك تعمل بارامترز للكوماندز اللي موجوده في الفايل وتبعت الفاليوز بتاعتها اثناء الاكسكيوشن للفايل. لو الكلام ده لسه ملوش معنى بالنسبه لك، فحب اقول لك ان ده اللي احنا بنعمله النهارده مع الباش سكريبتنج. المهم، اول وورد بروسيسنج ابلكيشن ظهر كان اسمه ران اوف، وكان مكتوب خصيصا ل CTSS. وورد بروسيسنج ابلكيشنز طبعا زي المايكروسوفت وورد اشهر حاجه احنا نعرفها النهارده. سنه 67 كان في تكست اديتور اسمه QED، ده كان معمول علشان يشتغل على نظام تشغيل اخر هو من نفس فصيله التايم شيرنج، لكنه كان تبع جامعه بيركلي. احد المبرمجين العاملين في بيل لابس واسمه كين تومسون خد QED ده واعاد كتابته، عمل منه نسخه جديده عشان تشتغل على CTSS. مش بس كده، ده ضاف عليه regular expressions، وده كان يعتبر أوائل التطبيقات الفعلية للريجولار اكسبريشنز في عالم الكمبيوتر، إن ما كانش الأول فعلا. MIT بعد ما قدروا يطلعوا CTSS بالشكل المميز ده قرروا إن هم يكبروا الموضوع، وبدأوا يشتغلوا على نظام أكبر وأطلقوا عليه اسم مالتكس. مالتكس ده احنا ممكن نقعد نتكلم عليه والكلام مش هيخلص، بس احنا هنحاول نختصر ليه؟ الحكايه دي اصلا بتبقى حلوه، فخلينا نحكي براحتنا. مالتكس هو اختصارا لمالتيبلكسد انفورميشن اند كومبيوتنج سيرفيس. ليه طولت في سيرفيس كده؟ عشان الاسم ده بيوضح طبيعه اصلا مالتكس ده كان ايه. مالتكس كان سيرفيس. الراعي الرسمي لمشروع مالتكس كان مين؟ طبعا الجيش هو اللي كان بيصرف على تطوير مالتكس زي ما صرف على كمبيوترز تانية كتير. مالتكس كان كمبيوتر كامل مكون من هاردوير وسوفت وير. مالتكس ما كانش نظام تشغيل فقط، وكان محتاج هاردوير مخصوص، وMIT كانت مقدمه تصميم جديد للهاردوير في نظام مالتكس، وكان الطبيعي ان IBM تكمل شغل مع MIT وتعمل لهم الهاردوير المطلوب. لكن IBM كانت معترضه على بعض النقاط في تصميم مالتكس فانسحبت من المشروع. بانسحاب IBM تم الاتفاق مع شركه جنرال الكتريك في تنفيذ الهاردوير المطلوب، الكمبيوتر اللي هيتم تصنيعه من فئه المين فريم. بدأ المشروع، وبعد سنتين تقريبا من بدايته شركه بيل لابس بدأت تشترك معاهم في تطوير مالتكس. بيل لابس كانت جايه تساعد تحديدا في جزء السوفت وير، وانضمام بيل لابس لمشروع مالتكس يعتبر نقطه محوريه في تاريخ الكمبيوتر كله، وهتعرف ليه من الحكايات اللي هنحكيها. على حسب اخر تقرير صادر من اداره مشروع مالتكس سنه 73، فعدد الاشخاص اللي شاركوا في مالتكس من الشركات ومن الجامعات وصل لحوالي 275 شخص، ما بين دكاتره وطلبه باحثين من الجامعات وما بين متخصصين مستقلين من الشركات، ده بالاضافه الى الاستاف الاداري. الكلام ده مذكور في تقرير رسمي. مالتكس كان مشروع كبير قوي،
أوي. مصاريف المشروع السنوية كانت من 3 ل4 مليون دولار، وخد حوالي 8 سنين على ما طلعت أول نسخة شغالة منه. مالتكس كان بيتبني عشان يغطي أكبر احتياجات ممكنة من الكمبيوتر سواء كانت حالية أو مستقبلية، متصمم عشان يشتغل 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع بدون انقطاع، زيه زي شبكة التليفون والكهرباء بالظبط. وده كلام فرناندو كورباتو وهو بيقدم لنا مالتكس. كورباتو بيكمل ويقول إن الكمبيوتر علشان يبقى بالمنظر ده لازم يبقى جنرال فريمورك قابل للتغيير والتعديل في أي وقت وبسهولة، وده كان أحد الدوافع اللي خلى كورباتو يختار لغة اسمها BL/1 علشان يكتب بيها مالتكس. وده لأن على حد قوله اللغة دي كانت ماشين اندبندنت، اللغة مش مرتبطة بكمبيوتر معين لازم تشتغل عليه، في حين إن اللغة اللي مربوطة بكمبيوتر معين دي كانت طبيعة اللغات اللي بتطلع في الفترة دي. يمكن ده من أحد الأسباب اللي خلى بعض اللغات إنها تظهر وتختفي. مالتكس كان متصمم عشان يتعامل مع أكتر من بروسيسور وأكتر من ميموري موديول في نفس الوقت، وأكتر أي حاجة من أي حاجة في نفس الوقت، مش مجرد إنه بيقسم السنجل بروسيسور على مالتيبل يوزرز. وقبل ما نكمل كلام على مالتكس، الفترة دي برضو كان شركات وجامعات أخرى شغالين على تطوير أنظمة تشغيل أخرى. حتى MIT نفسها كانت شغالة على أكتر من مشروع في الفترة دي، وIBM نفسها كانت شغالة على أكتر من مشروع في الوقت ده. الشركات والجامعات الكبيرة دي ما كانتش بتبقى شغالة على حاجة واحدة فقط. IBM كان عندها أكتر من اوبريتنج سيستم، وكل واحد كان ليه إمكانيات مختلفة بينفع يشتغل على أجهزة مختلفة لطبيعة بيزنس مختلفة. ما كانش فيه لسه اللي هو سولوشن واحد بيناسب الجميع. كورباتو قال إن الهدف من استخدام التايم شيرنج سيستمز اننا نسمح لاكتر من مستخدم فيه استخدام الكمبيوتر، وفي نفس الوقت ندي لكل واحد فيهم وهم ان الجهاز شغال لحسابه هو فقط. مع مالتكس بقى الهدف كان اكبر من كده بكتير، اننا نسمح للمستخدم الواحد انه يقوم باكتر من نشاط في اللوجن سيشن الواحده. يطلب من كومبايلر انه يكمبايل كود وبعدين يروح يعمل اديت في فايل او يروح يرن اي بروجرام تاني، كل ده ينفع يتعمل في وقت واحد للمستخدم الواحد. اول استخدام لكلمه بروسيس اللي بتوصف البروجرام في حاله التشغيل ظهر في نظام مالتكس، وبدا يظهر سكيدولر متقدم شويه علشان ينظم عمل البروسيسز بتاعه كل اليوزرز اللي موجودين. انهي بروسيس ليها الاولويه انها تتنفذ دلوقتي، وانهي بروسيس تركن على جنب على ما دي تخلص. دي وظيفه السكيدولر علشان نضمن استخدام سلس لكل المستخدمين. طبعا المواضيع دي احنا هنشرحها بالتفصيل في الكورس، لان تقريبا اغلب التقنيات اللي ظهرت في مالتكس هي اللي معانا دلوقتي. وكمان تم اعتماد فكر البيجنج في الميموري، واللي تطور لحاجه اسمها فيرتشوال ميموري اللي اكيد برضه هنشرحها في الكورس. لكن مبدئيا هي امكانيه ان نظام التشغيل يشيل الداتا بتاعه اي بروسيس من الميموري ويحطها على جنب على الاستورج، وفي وقت معين يرجع يجيب الداتا من الاستورج ويرجعها تاني للميموري، او انه يقسم البروسيس الواحده على اكتر من تشانك، كل تشانك بنقول عليها ميموري بيج، ويسيب جزء منها في الميموري وجزء منها على الاستورج، ويسويتش بقى ما بينهم برضه على حسب الحاجه. كل ده بيحصل من ورا المستخدم، والمستخدم ما بيحسش باي حاجه، هو بالنسبه له البروسيس بتاعته شغاله عادي جدا. الكلام ده بيحصل معاك دلوقتي حالا. جدير بالذكر ان فكر الميموري بيجنج ظهر في كمبيوتر تاني قبل مالتكس اسمه اطلس، وده كان بيتم تطويره في جامعه مانشستر بانجلترا في نفس وقت تطوير مالتكس تقريبا اول ظهور للتري ستراكشرد فايل سيستم كان في مالتكس، ان الملفات والمجلدات بتاعه النظام تكون متفرعه من بعضها وكلها متفرعه من مصدر واحد بيتقال عليه الروت دايركتوري. ونفس الفايل سيستم ده بدا يظهر فيه صلاحيات للمستخدمين، صلاحيات للاكسس والتعامل مع الفايلز. الملف يبقى ليه صلاحيه للريد والرايت والاكسكيوشن اللي احنا بنعمله النهارده. مالتكس كان بيدعم لغات برمجه كتير اوت اوف ذا بوكس، من اول اللغه اللي اتكتب بيها اللي هي BL/1، ثم بيزك وفورتران وكوبل والجول وباسكال وBCPL. هو هنا عندي حاجه مالهاش علاقه بتطور نظم التشغيل نفسها، لكن زي ما قلت لك الفتره دي كان جزء من نظام التشغيل انه يبقى جاي معاه كومبايلر للغه برمجه. لغات البرمجه دي كانت منتجات زيها زي البيزنس سوفت وير. الشركه اللي كانت بتعمل لغه برمجه وتحطها عندها في الكمبيوتر بتاعها علشان تجذب مزيد من العملاء، عشان تكون ديفرنشيشن بوينت بينها وبين بقيه الاجهزه اللي في السوق. ده غير ان الكومبايلر اللي بيبقى نازل على كل ماشين هو فاهم الماشين اللي هو فيه، ما ينفعش يتاخد يتحط في ماشين تانية. ففكره ان مالتكس يكون بيدعم كل لغات البرمجه دي مره واحده دي كانت حاجه غير مسبوقه. مش بس كده، ده كان بيجي معاه ريليشنال داتابيز مانجمنت سيستم. طيب مع نظام تشغيل بيسمح ان اي حد ريموتلي ياكسس عليه، فكان لازم طبعا يبقى فيه اعتبارات امنيه مختلفه، وبالفعل مالتكس كان فيه امكانيات خاصه بالسكيورتي كتير. زي ما قلت لك احنا ممكن نقعد نتكلم على مالتكس وما نعرفش نخلص كلام، هو هيفضل مستمر معانا في باقي الكلام، لكن احنا هنوقف الكلام عنه دلوقتي ونتحرك خطوه الى الامام. سنة 70 جنرال إلكتريك قررت تخرج من سوق الكمبيوتر تماما، وباعت الجزء بتاع الكمبيوتر لشركة ثانية اسمها هانيويل، شركة معروفة وبتشتغل في السوفت وير ونظم التشغيل، والشركة دي ما زالت موجودة لغاية النهاردة. هانيويل هي كانت الشركة المسؤولة عن بيع وتشغيل ودعم مالتكس. نظام مالتكس اتوقف إنتاجه وتطويره رسميا سنة 85
لكن على حسب الكلام المتناثر على الإنترنت إنه فضل شغال لغاية سنة 2000، ومؤخرًا تم نشر الsource code الخاص بMaltix. واسمع بقى الخبر ده، سنة 2023 تم إطلاق نسخة جديدة من Maltix بعد حوالي 50 سنة من آخر نسخة. ما تسألنيش مين عمل كده وليه عمل كده. المهم في نفس الفترة اللي كان بيطوّر فيها Maltix إحنا قلنا في شركات تانية كانت بيطوّروا في أنظمة تشغيل أخرى، فظهر عندنا نوع أو جيل من أنظمة التشغيل اسمه DOS أو Disk Operating System. الأنظمة اللي ممكن نخزنها على ديسك بشكل مستقل وبعدين نعمل لها لود في الميموري في أي وقت. كل اللي فات ده الدنيا كانت بتيجي بري انستولد، الكمبيوتر جاي عليه كل حاجة مرة واحدة. أنا شخصيا أول مرة أتعامل مع أجهزة كمبيوتر كان سنة 88، وكنت بتعامل مع أحد أنظمة الدوس على جهاز IBM. كان الدوس بيجي على فلوبي ديسك، كنا بنحط الفلوبي ديسك في الماشين ونعمل لود للدوس في الميموري وبعدين نشيل الديسك ونشوف بقى احنا هنعمل ايه، اذا كنا هنحط ديسك بتاع بروجرام تاني ولا احنا هنكتب حاجه او هنعمل اي حاجه على الجهاز. الانظمه دي كانت بتستهدف الاجهزه الصغيره جدا، فهي كانظمه كانت صغيره جدا وبسيطه جدا، كانش فيها الكومبلكسيتي بتاعه التايم شيرنج ولا الباتش بروسيسنج ولا الكلام ده. دي معموله ان انسان واحد يقعد قدام الكمبيوتر يشتغل. نظامهم كان صغير، بيحتاج مساحه تخزين صغيره، فبالتالي بياخد مساحه صغيره من الميموري اللي هي غاليه، فما فيش مصلحه اكتر من كده للمستخدم البسيط او للبيزنس الصغير. لما تسمع الانظمه دي تحس انها داون جريد عن مالتكس وسي تي اس اس والكلام ده كله، واحنا المفروض نتوقع ان كل نظام تشغيل جديد يكون متطور عن اللي قبله، لكن الكلام ده مش واقعي، لان كل نظام منهم كان ليه هدف، كان موجه لناس مختلفه. نظام دوس الموجه لكمبيوتر صغير قاعد عليه شخص واحد، دي اكيد كانت حاجه مطلوبه جدا، وما ينفعش يبقى اوبشن زي مالتكس هو ده الطبيعي بتاع الكمبيوتر. المهم كنت قلت لك ان بيل لابس انضمت لمشروع مالتكس بعد ما بدا بسنتين، لكنها خرجت منه قبل ما ينتهي، وده لان حصل تاخير كبير في تسليم الهاردوير اللي كانت جنرال الكتريك بتعمله. والناس في بيل لابس كانوا شايفين ان احتمال البروجكت يفشل وما يكملش بسبب حجمه الكبير. المصادر بتقول ان في حوالي 26 مهندس من بيل لابس اشتغلوا في مشروع مالتكس برضه بشكل متبادل. مش مهم خالص مدى دقه هذا الرقم، المهم ان كان في 2 من ضمن المهندسين دول هيغيروا تاريخ الكمبيوتر بالكامل، دينيس ريتشي وكين تومسون. من ضمن المهام اللي اشتغلوا فيها على مالتكس ان هم عملوا نسخه جديده من التكست اديتور اللي اسمه QED علشان يبقى كومباتبل مع مالتكس. انا كنت لسه قايل لك ان كين تومسون كان عامل نسخه عشان تشتغل على CTSS، فهو كان من شغله ان هو يعمل نسخه تشتغل على مالتكس. النسخه بقى اللي هو عملها المالتكس دي اتكتبت بلغه اسمها BCPL. ريتشي وتومسون كانوا من ضمن الناس اللي مسؤوله عن تشغيل BCPL على مالتكس. اللغه دي اصلا كانت موجوده معانا في CTSS. كين تومسون بعد ما ساب مشروع مالتكس قعد مع نفسه واشتغل على نظام تشغيل جديد صغير وبسيط، مهمته انه يشتغل على اجهزه الكمبيوتر الصغيره، وانضم ليه دينيس ريتشي في المشروع، ما سابهوش يشتغل لوحده. ونظام التشغيل ده اتسمى يونكس. في الاول كان اسمه يونكس شبه مالتكس كده اخره CS، لكن غيروا اسمه وبقى اخره اكس. تومسون وريتشي بنفسهم قالوا ان تصميم يونكس لا يعتمد في الاصل على اختراعات جديده، بل بيعتمد على تبسيط الافكار اللي موجوده بالفعل عندنا، وانهم في تصميمهم ليونكس كانوا متاثرين بشكل كبير بالافكار اللي كانت موجوده في مالتكس. اول نسخه من يونكس كانت بتدعم مستخدم واحد فقط. الموضوع ده كبر بعدين، لكن دي بس نقطه بتوضح لك ان يونكس كان في الاصل بسيط، والبساطه بتاعته دي هي اللي هتكبره. في يونكس تم اعتماد ان اي حاجه بالنسبه لنظام التشغيل تكون فايل. دي حاجه هنتكلم في تفاصيلها في الكورس، لان انت اصلا هتسمعها كتير لما تيجي تقرا عن لينكس. لكن مبدئيا بس كده كمثال بسيط، لو نظام التشغيل عايز يكلم برينتر، البرينتر دي من نوع IO ديفايس، البرينتر بالنسبه ليونكس هتبقى عباره عن فايل موجود في حته بيفتحه يقرا منه او بيفتحه يكتب عليه. الفايل ده بقى هو سبيشال فايل، لما بيجي له امر كتابه فهو بيبدا يتعامل مع الهاردوير بتاع البرينتر. هنا حصل زي ما بنقول ابستراكت ما بين نظام التشغيل وما بين الهاردوير، هو ملوش دعوه، هو بيكلم فايل بيحط فيه داتا بس، خلاص كده. من الحاجات المهمه برضو اللي اتقدمت في يونكس حاجه اسمها البايبس او الفلترز، دي امكانيه ان الاوتبوت بتاع كوماند يكون انبوت بتاع الكوماند اللي بعديه. الموضوع ده خلاك تقدر تكتب كوماندز ورا بعض بحيث يكونوا بروجرام، ودي خاصيه احنا عايشين في مميزاتها وخيرها لغايه النهارده. المهم يونكس كان بيشتغل على اجهزه صغيره، فده كان يعتبر نظام مثالي للشركات الصغيره، والشركات الصغيره والمتوسطه هم الاكبر نسبه في اي سوق، فكان طبيعي يظهر في الفتره دي شركات بتقدم حلول مبنيه على يونكس. وعلى نهاية السبعينات والثمانينات يونكس بأنواعه كان مكتسح السوق، بس دي قصة طويلة، بس احنا لازم نحكيها.
تومسون وريتشي في البدايه حاولوا يقنعوا بيل لابس بمشروع يونكس اكتر من مره، لكن هم فشلوا. الشركه لسه خارجه من مشروع مالتكس، وقرروا ان هم مش هيدخلوا في ابحاث الاوبريتنج سيستم تاني. وفي نفس الوقت 3 باحثين عندهم بيطلبوا منهم شراء كمبيوتر جديد ويخصصوا لهم ميزانيه لمشروع اوبريتنج سيستم. فطبعا الرفض كان حتمي. طبعا انت سمعت 3 موظفين وسالت نفسك مين التالت. الحقيقه ان لينكس بدايته بدا ب4. هو كين تومسون هو اللي بدا، ودينيس ريتشي تاني واحد اشتغل معاه على طول، لكن بعدها بفتره صغيره في 2 كمان انضموا ليه. والمشروع بعد كده دخل في موظفين كتير احنا ما نعرفش عددهم، لكن دينيس وريتشي هم بداوا يونكس مع بعض، وهم اكتر 2 اللي اشتغلوا فيه. على الرغم من الرفض القاطع لبيل لابس في الدخول في مشروع اوبريتنج سيستم، الا ان الشباب دول ما سكتوش واشتغلوا على لينكس في اوقات فراغهم. واول حاجه اشتغلوا عليها هي فايل سيستم جديد. فعلا كين تومسون بدا يكتب الفايل سيستم وبدا يجربه على مالتكس شخصيا. بعد فتره تومسون اكتشف وجود جهاز في بيل لابس غير مستخدم من نوع BDB-7. اصلا الجهاز ده كانوا بيستخدموه كتيرمينال لاجهزه تانية كبيره، هو ما كانش جهاز كمبيوتر في حد ذاته بيعتمدوا عليه. وبالفعل بدا كين تومسون يجهز الفايل سيستم اللي هو عمله واشتغل على مالتكس انه يشتغل على BDB-7، وجهز معاه شويه يوتيليتيز بسيطه، وعمل كمان كوماند لاين انتربريتر. اللغه اللي كين تومسون استخدمها في الوقت ده كانت اسمبلي. هو الوقت ده ما كانش فيه اسمبلي ستاندرد، لان كان كل جهاز ليه الاسمبلي بتاعته، وده كان بيؤدي ان دايما اي سوفت وير مكتوب لاي كمبيوتر صعب بيروح زي ما هو كده يشتغل على اي كمبيوتر تاني. بعد فتره من الشغل ريتشي وتومسون بداوا يحاولوا يقنعوا بيل لابس ان هم يشتروا كمبيوتر جديد من نوع BDB-11، وده لان BDB-7 ما بقاش قادر على تلبيه احتياجاتهم في الشغل. لكن المره دي هم ما قالوش ان هم هيستخدموه في ابحاث نظم التشغيل، هم قالوا ان هم هيستخدموه في بناء وورد بروسيسنج سيستم بدل ما نشتري وورد بروسيسنج سيستم من بره. وبالفعل لهذا السبب تمت الموافقه على انهم يشتروا BDB-11. وبالفعل هم اشتغلوا على وورد بروسيسنج سيستم، جابوا ران اوف اللي كان معمول للCTSS وعدلوه وعملوا منه نسخه جديده وسموها ار اوف، وطلعوا باول اصدار من يونكس وحطوا عليه الار اوف وسلموه لاداره براءات الاختراعات في بيل لابس. والسيستم بتاعهم حقق نجاح كبير جدا في الشركه، لدرجه ان من ساعتها بقت طلباتهم كلها مجابه. زي ما انت عارف وزي ما قلنا مرارا وتكرارا ان كان نظام التشغيل بيطلع ودايما معاه لغه برمجه هاي ليفل. تومسون تحمس للموضوع وبدا يكتب كومبايلر للغه فورتران علشان يشتغل على BDB-11، لكن بدل ما يكمل ويعمل فورتران فعلا عمل لغه جديده وسماها بي، واللي على حد قوله هي نسخه مخففه من BCBL اللي هو اشتغل بيها اصلا في مالتكس وCTSS كتير، وركن تماما فكره الفورتران على جنب. بعد ما عمل لغه بي وبقت متوفره فعلا مع نظام يونكس، هو حاولوا ان هم يستخدموها في بناء البروجرامز اللي هتشتغل على يونكس، لكن على حد قولهم هي كانت بطيئه. ولهذا السبب دينيس ريتشي اخذ على عاتقيه اعاده كتابه لغه بي بشكل مختلف، وضاف ليها الداتا تايبس، والنسخه الجديده سماها سي. وسنه 73 دينيس ريتشي وكين تومسون اعادوا كتابه يونكس باستخدام لغه سي، ومن هنا تحديدا يونكس بدا ياخد شكله الحديث. سنة 72 شاب اسمه جاري كيلدال كان بيحصل على شهادة الدكتوراه بتاعته في علوم الحاسب من جامعة واشنطن. موضوع الرسالة بتاعته كان عن الكومبايلر كود اوبتمايزيشن، ده كمان بعد ما قضى 3 سنين شغال مدرس في احد الجامعات. ده تمهيد صغير علشان تعرف الباك جراوند بتاع الشخص اللي احنا بنتكلم عليه. الشاب الدكتور الجامعي ده كان عايز يحصل على جهاز جديد من انتل اسمه سيم 4-01. الكمبيوتر ده كان بيحتوي على مايكرو بروسيسور جديد اسمه 4004، وده كان بداية ظهور البيرسونال كمبيوتر بروسيسورز. دي الشرائح اللي اتطورت وبقت البروسيسورز الحديثه اللي موجوده في الاجهزه بتاعتنا. هتسمع كتير عن شرائح اسمها 8008 و8088 وكمان 80386. رقم 386 ده متهيألي انت شفته قبل كده. هو الموضوع ما بقاش منتشر دلوقتي كتير، بس في بعض السوفت وير لما بتيجي تعمل له داونلود من الانترنت بيبقى فيه اوبشنز للفايل اللي انت هتنزله وتعمل له داونلود. اللي احنا بندور عليه دلوقتي غالبا بيبقى 64 بت، لكن في اوبشن تاني لل 32 بت هتلاقي مكتوب جنبه i386. المهم الكمبيوتر اللي هو ال SIM 4-01 ده ساعتها كان قيمته حوالي $1700. طبعا مبلغ لا يقارن باسعار المين فريمز اللي هي بملايين، لكنه ما زال رقم كبير على شخص. جاري قدر ان هو يبرمج سيميليتور للبروسيسور ال 4004 عن طريق طبعا قراءه المانيوال بتاعه، بحيث انه يقدر يحط السيميليتور ده على اي كمبيوتر تاني ويكتب برامج مخصوص لل 4004 على السيميليتور، ولما بقى يوصل للكمبيوتر الاصلي يبقى ياخد البرنامج ويشغله عليه على طول. بعد ما عمل السيميليتور اول كود كتبه كان عباره عن مكتبه اكواد لحساب المثلثات، ودي فانكشنز ما كانتش موجوده في البروسيسور ذات نفسه. البروسيسور كان فيه طبعا اللوجيك جيتس بتاعته اللي بتخليه يعمل عمليات حسابيه، لكن ما كانش من ضمنها حساب المثلثات. وبعدين عمل حركه جريئه جدا، تواصل مع انتل ذات نفسها وخد منهم ميعاد وحاول يبيع لهم السيميليتور اللي هو كتبه مقابل ان ياخد جهاز من السيم 4. لكن انتل ما كانتش مهتمه بالسيميليتور واهتمت بالمكتبه بتاعه حساب المثلثات، واتفقوا فعلا معاه في الاخر ان هم ياخدوا منه
منه المكتبه دي ويدوا له جهاز كمبيوتر. ودي كانت بدايه علاقه جاري انتل. سنة 73 انتل وظفت جاري عندها از كونسلتنت واسندت اليه مهمة كتابة سيموليتور لشريحة جديدة اللي هي 8008. في هذه الاثناء اقنع انتل ان هو يعمل لهم لغة برمجة هاي ليفل عشان تستخدم في برمجة ال 8008 بدل ما يستخدموا الاسمبلي، وعمل فعلا لغة وسماها BL/M، ودي كانت مستوحاة من BL/1. لو فاكر الاسم ده، دي اللغة اللي اتكتب بيها مالتكس في الاول. جاري وباستخدام اللغة اللي هو عملها بدأ يكتب نظام تشغيل جديد صغير ذو امكانيات محدودة، نظام تشغيل يقدر يتعامل مع هاردوير صغير زي ال 8008 وزي الفلوبي ديسكس والحاجات الصغيره دي، والنظام ده سماه CB/M. جاري وهو بيحكي في مذكراته قال ان هو استعان بصديق ليه اسمه جون ترود علشان يكتب له بعض الاجزاء في الاوبريتنج سيستم اللي هو عمله ده. الاجزاء دي هو ما كانش عارف يعملها صح. نظام التشغيل ده طبعا من نوعيه دوس، الانظمه الصغيره البسيطه المقصود بيها الاجهزه المايكرو. جاري قعد يطور في نظام التشغيل بتاعه ده لمده سنين لغايه لما وصل ان هو نظام تشغيل عليه الادوات اللي اي بروجرامر محتاجها علشان يكتب كود. ومن ضمن التعديلات اللي هو عملها وكانت محوريه جدا انه خلى CB/M يشتغل على شريحه انتل الجديده اللي هي 8080. البروسيسور ده كان يعتبر طفره في عالم البيرسونال كمبيوتر، وشركات كتير جدا بدات تعتمد على الاجهزه اللي فيها البروسيسور ده. سنه 75 جاري كيلدال وصاحبه جون ترود جالهم عرض من شركه بتنتج اجهزه كمبيوتر صغيره ان هم ياخدوا منهم لايسنس للCB/M، ودفعوا لهم $25,000. جاري كيلدال قسم المبلغ ده بينه وبين صاحبه جون ترود، في حين ان النظام كله على بعضه هو يعتبر كيلدال هو اللي كتبه. جون ترود ساعده بس في جزء هو ما كانش عارف يعمله، لكن دي كانت طبيعه كيلدال. جاري بعد كده انشا شركه وسماها ديجيتال ريسيرش، وبدا عن طريقها يبيع تراخيص لاستخدام CB/M. ثم بعض الشركات الناشئه الاخرى اللي كانت محتاجه جهاز زي CB/M اللي هو بدوره بدا يتعرف بين الشركات، كانت بتحتاج بعض التعديلات علشان يتناسب مع بقيه الهاردوير بتاعها. من كتر التعديلات دي جاري قرر يفصل جزء معين من الاوبريتنج سيستم وعمل له حاجه اسمها بروجرامينج انترفيس، بحيث ان اي شركه تقدر تاخد الاوبريتنج سيستم زي ما هو وتكتب هي بس جزء بسيط ليه علاقه بالهاردوير بتاعها، والجزء ده هيبقى بيكلم الانترفيس بتاعه الاوبريتنج سيستم. وسمى الجزء المفصول ده بايوس. البايوس اللي احنا اتكلمنا عليه في اول درس ده من اختراع جاري كيلدال. يمكن ده احد الاسباب اللي مخليني اطول معاك شويه واحنا بنتكلم على جاري كيلدال، لانه كان احد الاشخاص اللي ليهم دور محوري في صناعه الكمبيوتر بصفه عامه، وما كانش شخص ساذج زي ما بعض الروايات بتحاول تصوره. تطوير CB/M كان ماشي بشكل متوازي مع تطوير اليونكس، لكن طبعا في فروق كبيره بينهم وبين بعض. CB/M مثلا كان بيتباع رخصه الاستخدام الواحده بتاعته ب $70، في حين ان يونكس كانت بتطلع منه تراخيص بتبدا من 20,000 الى $100,000. ويونكس ما كانش متاح برضه لكل الناس انها تعرف تشتريه. اما عن مالتكس فاحنا قلنا مالتكس ده نظام سيرفيس، هو هاردوير وسوفت وير. ده كان بيبدا سعره من 3 مليون بيوصل لغايه 8 مليون دولار، فطبعا الفروق مش طبيعيه. في الفترة دي كان في شابين اسمهم بول ألان وبيل جيتس عملوا كومبايلر للغة بيزك علشان يشتغل على جهاز اسمه التير. ده كان جهاز عليه بروسيسور 8080 بتاع انتل وCB/M بتاع جاري كيلدال، واسسوا شركه مخصوص عشان يبيعوا عن طريقها الكومبايلر بتاعهم. وطبعا انت عارف ان هم سموها مايكروسوفت. وعلى حسب كلام جاري كيلدال ان هو وبيل جيتس بقوا اصحاب، وكمان كانوا بيستضيفوا بعض في بيوتهم، وكان في كلام بينهم على امكانيه دمج الشركتين مع بعض، مايكروسوفت وديجيتال ريسيرش، ويبقوا شركه واحده. لكن ده ما حصلش لان في فرق كبير قوي بين جاري كيلدال وبيل جيتس. جاري كان راجل علم قبل ما يكون راجل بيزنس، اما بيل جيتس فهو راجل بيزنس قبل ما يكون راجل علم. جاري كان عنده مبادئ وعنده حاجه اسمها ورك لايف بالانس، لكن بيل جيتس كان اوبورتيونست وحارق نفسه وموظفينه معاه في الشغل. مايكروسوفت كانت تعتبر عميل عند ديجيتال ريسيرش. مايكروسوفت كانت بتشتري ترخيص CB/M بعشرات الالاف من النسخ، والسبب ان هم كان عندهم لوحه الكترونيه زي المذر بورد كده، كانت بتبيعها لشركه ابل علشان تعرف تشغل السوفت وير بتاعها على اجهزه ابل. ابل في الفتره دي كان عندها نظام التشغيل الخاص بيها، وكان نوع من انواع الدوس، لكنه ما كانش متوافق مع السوفت وير اللي مايكروسوفت بتعمله، فكانت البورد دي هي الحل. شركه ديجيتال ريسيرش ما كانتش شركه صغيره، في الثمانينات كانت وصلت انها بايعه ملايين النسخ من CB/M، لغايه ما حصل وان شركه IBM حاولت تشتري من ديجيتال ريسيرش تراخيص لاستخدام CB/M في الأجهزة الجديدة بتاعتها، لكنهم كانوا مختلفين وما وصلوش لاتفاق مرضي. في نفس الوقت كان في شركة اسمها سياتل كمبيوتر برودكتس كانت منتظرة من ديجيتال ريسيرش إصدار نسخة مخصوص من CB/M علشان تعرف تستخدمها في الأجهزة اللي هي بتصنعها، لكن ديجيتال ريسيرش اتأخرت عليهم. وعشان الدنيا دي أوضة وصالة، فبيل جيتس كان على علاقة بشركة سياتل، والاثنين مع بعض انتهزوا فرصة ان ديجيتال ريسيرش متأخرة في الإصدار الجديد ومش متفقة مع IBM، وعملوا مع بعض نسخة مشابهة
نسبوها للسي بي ام. اللي اشتغل على النظام المنسوخ ده شاب صغير في العشرينات من عمره اسمه تيم باترسون، اللي دخل التاريخ من باب انه ساهم في نسخ السي بي ام. النسخه الجديده اللي طلعت طبعا كانت ملكيه شركه سياتل، لكن بيل جيتس كان ليه نصيب، وكان نصيبه انه يقدر يبيع السيستم الجديد ده لاي حد، لكن يدفع نسبه من الارباح لشركه سياتل. وقد كان بيل جيتس خد النسخه الجديده وباعها لشركه اي بي ام تحت اسم بي سي دوس، وكان بيبيع النسخه دي لاي شركه اخرى تحت اسم ام اس دوس اللي هي اختصار مايكروسوفت دوس. اما شركه سياتل فكانت بتبيع النسخه بتاعتها تحت اسم دوس 86. التاريخ هنا بيحكي اكتر من حكايه، وده طبيعي طالما في ناس مختلفه يبقى في حكايات كتير. ناس تقول لك ان تيم باترسون استعان بالمانيوال بتاع سي بي ام كمرجع في بنائه للدوس الجديد، وناس تقول لك بيل جيتس كان شاري بالفعل ترخيص السي بي ام واحنا عارفين ده كويس، فبعت السورس كود لتيم يعدل عليه. صعب ان احنا ناكد اي قصه من دول، لكن المؤكد ان سي بي ام هو كان بدايه ام اس دوس. اللي ضحك في الموضوع ان بعد فتره شركه سياتل رفعت قضيه على مايكروسوفت بغض النظر عن اسبابها، لكنها انتهت ان مايكروسوفت تدفع لسياتل مبلغ حوالي $1,000,000، ومايكروسوفت تحتفظ بحقها في بيع نسخه الدوس اللي عندها، وسياتل ملهاش اي حاجه تاني كده عند مايكروسوفت. في اواخر السبعينات والثمانينات بدات التيرمينالز تتحول لشاشات، وبدات الشركات تطور جرافيكال انترفيس بدل اعتمادها على الكوماند لاين. الواجهات الرسوميه دي ببساطه تعتبر شيل لنظام التشغيل، بالاضافه الى انها انفايرمنت فيها بعض المكونات اللي بتسمح للمبرمجين ان البرامج بتاعتهم يبقى ليها جرافيكال انترفيس. مايكروسوفت اصدرت اول واجهه رسوميه للدوس بتاعها وسمتها ويندوز، واي حد زمان كان بيحاول يعمل انستول وليكن ويندوز 3.1 او 3.11 فكان لازم ينزل دوس الاول، وده لان ويندوز ما كانش نظام تشغيل، ويندوز كان واجهه فقط شيل. لكن مايكروسوفت بعد كده وحدت الدوس بتاعها بالواجهه الرسوميه وطلعتهم في منتج واحد فقط تحت اسم ويندوز 95. هنرجع شوية للشباب بتوع يونكس في السبعينات. نظام يونكس تم تطويره بشكل كبير عن الشكل اللي بدأ بيه مع تومسون وريتشي، لكن بيل لابس ما كانتش تقدر تبيع يونكس. هي تقدر تستخدمه داخليا لكن ما تقدرش تعمل بيه منتج تجاري، ودي قصة يطول شرحها بس خليني أحاول ألخصها لك. المعلومة دي مهمة أوي تبقى فاكرها لو أنت حابب تقرا في تاريخ الكمبيوتر، لأن أنت هتقرا أحداث كتير أوي هتبقى مش فاهم هي ليه بيل لابس بتعمل كده. أولا بيل لابس هي الجناح البحثي لشركة اسمها اي تي اند تي، ده اختصار امريكان تيليفوني اند تليجراف. الشركه دي ما زالت بتوبريت في امريكا، لكن الشركه اللي شغاله دلوقتي هي شركه اشترت الشركه الاصليه. المهم ان اي تي اند تي ده هو اسم الشركه الام الاصليه اللي انشاها الكسندر جراهام بيل مخترع التليفون. الموضوع ده فيه لخبطه كتير لان فيه اسامي شركات كتير قوي في الموضوع وكلها في الاخر تبع بعضيها، فاحنا لما بنيجي دايما نتكلم عن الشركه دي بنقول بيل لابس. البحث العلمي كان بيحصل في بيل لابس والبيزنس كان بيحصل في اي تي اند تي، فبيل لابس هي مركز ابحاث. ليه بقى بيل لابس ما تقدرش تعمل نسخة تجارية من يونكس؟ ده لأن في بداية الخمسينيات الحكومة الأمريكية ذات نفسها رفعت قضية عدم ثقة على شركة AT&T. انتهت القضية دي سنة 56 بحكم أو باتفاقية تلزم شركة بيل لابس بعدم التوسع في أي نشاط تجاري غير التليكومونيكيشنز. والأكبر من كده إتاحة كل براءات الاختراعات اللي صدرت من الشركة قبل الاتفاقية دي مجانا لأي حد. لكن أي اختراع جديد الشركة هتطلعه هي برضه ملزمة إنها تطلعه، لكن تبيع رخصة استخدامه للشركات بمبالغ معقولة. بيل لابس اضطرت توافق على الاتفاقية دي علشان تستمر. براءات اختراعات بيل لابس ما كانتش في مجال الاتصالات فقط، دي كانت في حوالي 34 مجال، من ضمنهم الأدوية والبترول والسيارات والكيماويات وغيرهم. احنا قلنا اصلا ان اول اداره استفادت من يونكس في الشركه هي اداره براءات الاختراعات، وده لان الموضوع عندهم كبير جدا. لما تيجي تسمع ان الشركه كان عندها اداره لبراءات الاختراعات هتقول ليه يعني الموضوع قد ايه بالظبط؟ لا الموضوع كان فيه الافات 6 7000 براءه اختراع مثلا كده ولا حاجه. عموما تاريخ بيل لابس ده محتاج شرح طويل ومنفصل. الشركة دي سنة 56 سنة توقيع الاتفاقية دي كان عندها حوالي 750 ألف موظف، وكان إجمالي المبيعات السنوية بتاعتها معدي $5 مليار. على حسب دراسة اقتصادية كانت معمولة على الشركة دي الرقم ده تقريبا ساعتها كان يعادل 2% من الناتج الإجمالي لأمريكا. بيل لابس في الخمسينات كانت بحجم مثلا وول مارت النهارده أو أمازون، مع الفرق طبعا إن دي الشركة اللي اخترعت التليفون. عشان تفهم برضو الصورة كاملة، شركة زي اي بي ام اللي هي كانت كبيرة جدا في نفس السنة 56 كان العائد بتاعها أقل من $1 مليار، حوالي $900 مليون، وكان عندها حوالي 70 ألف موظف. شركة بقى زي مثلا جنرال إلكتريك اللي هي ساهمت في مشروع مالتكس في نفس السنة كانت عاملة حوالي $3 مليار، وكان عندها حوالي 250 ألف موظف. برضو ما زالت بعيدة قوي عن بيل لابس. لا صحيح قلت لك ان احد مؤسسين جنرال الكتريك يبقى توماس اديسون ولا ما قلتلكش؟ المهم الارقام دي مهمه عشان تعرف حجم الشركات اللي ساهمت في صناعه الكمبيوتر بشكل عام، وكمان عشان تعرف الحجم الغير طبيعي لشركه بيل لابس في الوقت ده اللي كانت بلا مبالغه اكبر شركه على كوكب الارض.
نرجع للوضع القانوني لبيل لابس. الشركة ما تقدرش تعمل من يونكس منتج ولا تعمل له إعلانات ولا دعاية ولا دعم ولا أي حاجة، لكنها هتقرر تبيع رخصة استخدام السورس كود لمراكز الأبحاث، ودي أصلا كانت طبيعة بيل لابس. الشركة بطبيعتها وبطبيعة القيود المفروض عليها كانت بتبيع رخصة استخدام الاختراعات بتاعتها، وعلى رأس طبعا الاختراعات اللي شاركتها مع العالم كان الترانزستور، واللي كانت تجربة مشاركته مثمرة للجميع مش لبيل لابس لوحدها. على رأس بقى مراكز الأبحاث في العالم بتيجي الجامعات. جامعات كتير اشترت رخصة يونس ودرسته وعدلت فيه كمان، لكن بما إنه مشروع بحثي فالجامعة لازم ترجع التعديلات لبيل لابس. الجامعات كده كده كانت أحد الأعمدة اللي اتبنى عليها الكمبيوتر سواء كان هاردوير أو سوفت وير، فالجامعات كان عندها خبرات لا يستهان بها. ده غير بقى بعد كده طلبة الجامعة اللي كان ليهم دور كبير في نشر يونكس. سنة 75 كان تومسون كان موجود بنفسه في جامعة بيركلي وساعدهم في تشغيل يونكس عندهم. جامعة بيركلي عملت تعديلات كتير جدا على يونكس وعملت حتى نسخة خاصة بيها وسمتها بي اس دي، بيركلي سوفت وير ديستريبيوشن. نسخة جامعة بيركلي كانت قوية جدا، وبطبيعة إن التعديلات دي بترجع لبيل لابس تاني، فكان طبيعي إن نسخ مستقبلية من يونكس تبقى طالعة معتمدة على التعديلات اللي حصلت في بي اس دي. أول وأشهر شخص معروف بدأ التعديلات على نظام يونكس في جامعة بيركلي شخص اسمه بيل جوي، وده ساب الجامعة بعد فترة وراح شارك 3 آخرين في تأسيس شركة اسمها سان مايكرو سيستمز. الدنيا دي صغيرة زيادة عن اللزوم. المهم عمل في الشركة دي نظام تشغيل سماه سان او اس، وطبعا كان بيزد على بي اس دي. لو ما سمعتش الاسم ده قبل كده فسان مايكرو سيستمز دي كانت احد اهم الشركات في فتره الثمانينات والتسعينات وبدايه الالفيه كمان. كانت شغاله في صناعه اجهزه كمبيوتر اللي احنا بنقول عليها السيرفرز وكمان البيرسونال كمبيوتر. ومايكرو سيستمز هي اللي قدمت لنا لغه الجافا في التسعينات، بس ده موضوع تاني. برضه سام مايكرو سيستمز دي عايزه فيلم لوحده. الجيش بدا مشروع جديد مع جامعه بيركلي علشان تعمل له نسخه من يونكس يكون فيها نتورك ستاك. كده كده بي اس دي هي اللي ضافت الامبلمنتيشن بتاع بروتوكول تي سي بي اي بي في اليونكس، فكان طبيعي ان الجيش يلجا لجامعه بيركلي انها تعمل معاه المشروع ده. بيل جوي قبل ما يسيب الجامعه كان هو المسؤول عن المشروع ده تحديدا، وكان في لجنه اسمها ستيرنج كوميتي، ودي كانت مكونه من بعض الناس من جامعه بيركلي وبعض الناس من بيل لابس، من ضمنهم دينيس ريتش نفسه، ودول كان وظيفتهم اداره وقياده التعديلات الجديده اللي هتحصل على يونكس، لغايه ما جامعه بيركلي بدات تبيع رخصه سورس كود للبي اس دي. كانت بتبيعها ب $1000، في حين ان بيل لابس كانت بتبيع رخصة يونكس من 20,000 ل $100,000، وده خلى بيل لابس ترفع قضية على بيركلي، وأصدقاء الأمس تحولوا إلى أعداء اليوم. الجزء ده من التاريخ مليان تفاصيل كتير ومليان قضايا أكتر، فسيبك من القضايا وتفاصيلها. القضية انتهت إن جامعة بيركلي قدرت تقنع المحكمة إن بي اس دي نسخة مستقلة تماما عن يونكس، وإن هو يونكس كومباتبل مش أكتر. بغض النظر عن القضايا ومين غلطان، لكن الصراحة التعديلات اللي عملتها جامعة بيركلي كانت دفعة قوية لنظم التشغيل كلها. التطور اللي حصل والاضافات اللي اتضافت كانت قويه جدا وفعاله بشكل اكبر بكتير من الاضافات اللي كانت بيل لابس بتعملها لوحدها. طبعا على راس الاضافات دي لسه جايبين سيرته التي سي بي اي بي اللي ما كانش حاجه بسيطه خالص، لكن جامعه بيركلي قدرت تعمله وتعمله بشكل فعال. ده غير طبعا باقي الجامعات اللي احنا ما جبناش سيرتها. يعني بيل لابس وزعت يونكس على جامعات كتير وفي اسهامات كتير من اماكن كتير، لكن طبعا احنا مش هنقدر نجيب سيرتهم كلهم. في نهايه السبعينات والثمانينات ظهرت شركات كتير بتقدم حلول مبنيه على يونكس او كاستمايزيشن ليونكس، فبالتالي يونكس بقى موجود في السوق بشكل كبير، وبدات جهات علميه كتير تتحد وتعمل مواصفات لنظم التشغيل اللي كانت مبنيه وبقوه على مواصفات يونكس. وظهر الستاندر الجديد ده تحت اسم بوسكس، وده برضو اسم هتسمعه كتير وانت بتقرا على اي حاجه ليها علاقه بنظام التشغيل. والهدف من الستاندر ده هو توحيد الجهود المبذوله في صناعه السوفت وير او الهاردوير. اي شركه عايزه تعمل نظام تشغيل جديد او تعدل على نظام تشغيل موجود، لو مشيت على البوسكس ستاندرد ده فده معناه ان النظام بتاعها هيبقى متوافق مع اجهزه كتير، وده طبعا مصلحه للجميع. وبدا يظهر كوميونتي حوالين يونكس من المبرمجين والطلبه وكمان العاملين بالمجال. مش عارف دي حاجه كانت كويسه ولا سيئه، بس مجتمعات التقنيه طول عمرها في خلاف وانقسام مستمر. دول حتى كانوا بيعترضوا على الشركه اللي انتجت التقنيه ذات نفسها، اللي هو لولا الملايين اللي اتصرفت اصلا من جيب الشركه دي ما كانش هيبقى فيه التكنولوجي اللي هم عاملين عليها كوميونتي وبياكلوا منها عيش. المهم كان على راس صوار مجتمع التقنيه ده شخص يعمل في ام اي تي اسمه ريتشارد ستالمان. احنا دلوقتي في منتصف الثمانينيات، الفترة اللي حصلت فيها أحداث محورية كتير. تم تفكيك شركة بيل لابس إلى 7 شركات، وتم إلغاء القيود من على شركة بيل لابس اللي كانت مفروض عليها سنة 56. وبدأت بيل لابس محاولة إعادة سيطرتها على يونكس وعلى سوق الكمبيوتر. شركة انتل في الفترة دي أصدرت بروسيسور 386. البروسيسور ده كان مايكرو بروسيسور بيقدر يتعامل مع 4 جيجا بايت من الميموري، نقلة كبيرة جدا لسوق الأجهزة المنزلية والأجهزة الصغيرة، في ظل بقى الصراعات اللي كانت دايرة ما بين بيل لابس وما بين الجامعات وما بين شركات أخرى وما بين الكوميونيتيز. كانت اي بي ام ومايكروسوفت شغالين بقوة في السيطرة على سوق الأجهزة الصغيرة والمنزلية. جهاز اي بي ام المعروف باسم بي سي أو بيرسونال كمبيوتر، ونظام التشغيل بتاع مايكروسوفت المعروف باسم
ويندوز. والشركتين على الرغم ان هم مش شبه بعض من الناحيه التقنيه او الحجم، مايكروسوفت كانت اقل منها تقارن باي بي ام وبتاريخها، لكنهم متشابهين نوعا ما في التسويق والتلاعب والسيطره على الاسواق. انا شخصيا في فتره الثمانينات دي احنا ما كناش نعرف غير اجهزه اي بي ام والنظام الدوس بتاع مايكروسوفت. المهم نظرا لتوفر هاردوير جديد على راسهم طبعا ال 386 قادر على تشغيل يونكس على اجهزه صغيره، قرر ريتشارد ستالمان انه يعمل نسخه مفتوحه المصدر من يونكس. طبعا هيعتمد على البوسكس ستاندرد اللي هي بتوصف يونكس بالتفصيل، واعلن انشاء منظمه غير هادفه للربح وسماها ذا فري سوفت وير فاونديشن. اما عن مشروع نظام التشغيل نفسه فسماه جينو، وبدا يشتغل على التولز اللي لازم تكون موجوده على اي نظام تشغيل زي الاديتور والديباجر والكومبايلر وما شابه. وبرضه في نفس الوقت كان بداوا يشتغلوا على الكيرنل. هو ما كانش بيشتغل لوحده، هو كان عامل فاونديشن بيهاير ناس وبيشتغلوا معاه علشان يعملوا كل الكلام ده. ستالمان كان بيعمل نسخه مجانيه من يونكس. في نهاية الثمانينات AT&T استحوذوا على 20% من شركة سان مايكرو سيستمز، وبدأوا يكونوا تحالف قوي مع بعض في سوق الكمبيوتر. في الفترة دي شركة AT&T كانت أنتجت أخيرا نسخة تجارية من يونكس تحت اسم يونكس في او يونكس 5. الفي هي حرف الخمسه الروماني، فهو ما بيتنطقش يونكس في، هو يونكس 5. والتحالف اللي كونته مع سان مايكرو سيستمز كان يهدف الى دمج سان او اس مع يونكس 5، ونتيجه الدمج ده كان نظام تشغيل اسمه سولارايز المعروف اكتر باسم سان سولارايز، اللي لسه بيتطور لغايه يومنا هذا لكن تحت اسم اوراكل سولارايز، وده لان شركه اوراكل اشترت سان مايكرو سيستمز في 2010. المهم ان تحالف AT&T مع سان مايكرو سيستمز ادى الى ان السبع شركات تكنولوجيا كبار على راسهم اي بي ام واتش بي انهم يتحالفوا مع بعض ويكونوا مع بعض منظمه غير ربحيه اسمها اوبن سوفت وير فاونديشن، واشتغلوا مع بعض. وكان اول انتاج ليهم عباره عن ريفرنس لازاي تعمل يونكس في البيت. شركه AT&T وسان مايكرو سيستمز ما سكتوش وعملوا منظمه غير هادفه للربح مضاده وسموها يونكس انترناشونال. في وسط الحرب بقى اللي كانت دايره دي، ستيف جوبز كان مطرود من شركته ابل وعمل شركه على جنب كده اسمها نيكست. كان عامل جهاز كمبيوتر اسمه نيكست تيوب، وكان حاطط عليه اوبريتنج سيستم اسمه نيكست ستيب. نيكست ستيب ده كان مبني على BSD اللي جامعه بيركلي كانت بتبيع الرخصه بتاعته. بعد فتره ستيف جوبز رجع ابل تاني وابل استحوذت على شركه نيكست. بدات ابل تعدل على نيكست ستيب بما يتناسب مع الرؤيه المستقبليه للشركه، وكان نتيجه التعديل ده نظام تشغيل اسمه داروين ظهر سنه 2000. وده ما كانش مقصود بيه انه يكون نظام تشغيل مستقل تقدر تستخدمه لوحده، ده كان زي ما تقول كده كور اوبريتنج سيستم، ده اللي اتبنى عليه كل انظمه التشغيل اللي ابل بتستخدمها النهارده، الماك او اس والاي او اس والواتش او اس واي او اس عند ابل. نرجع شويه لستالمان والمنظمه بتاعته فري سوفت وير. كان تقريبا قرب ينتج نظام تشغيل كامل، لكن كان عنده مشكله في الكيرنل. مشروع الكيرنل في جينو سيستم كان اسمه هورد، لكن على حد قول ستالمان فالمبرمج اللي كان مسؤول عنها ما كانش قد المسؤوليه وفشل في تسليم نسخه سليمه في الوقت المحدد، واتاخرت كتير لغايه لما طوق النجاه وصل لستالمان سنه 91 عن طريق شاب فنلندي اسمه لينوس تورفالدس. الشاب ده كان شغال على تنفيذ كيرنل بنفس الستاندردز بتاعه يونكس من باب الهوايه، لكن يبدو انه عرف يعملها بشكل مقبول وكانت شغاله كويس وسماها لينكس، جزء من اسمه وجزء من يونكس. وشارك بيها مع ستيلمان في مشروع جينو، وتم اطلاق نظام جينو سلاش لينكس كنظام مفتوح المصدر متاح للمشاركه من الجميع، واي حد يقدر ياخد السورس كود بتاعه ويعدله ويعمل فيه اللي هو عايزه. لينوس تورفالدوس بيقول ان هو عمل لينكس بناء على دراسه نظام اسمه ميمكس. ميمكس ده نظام احد دكاتره الجامعات عمله لما AT&T بدات توقف التراخيص اللي كانت بتطلعها للجامعات. مع تطور انظمه اداره السورس كود ومشاركه التعديلات، عالم الاوبن سورس بدا يبقى قوه كبيره جدا، اي حد من بيته يقدر يشارك في بناء اي سوفت وير. لينكس كان وما زال مفتوح للمشاركه من اي حد، انت نفسك ممكن تشارك فيه لو تعرف ولو التعديلات بتاعتك اتقبلت. ولو جربت تشارك فعلا والتعديلات بتاعتك اترفضت فعايزك تقول بصوت عالي طز. في منتصف التسعينيات كل الجهات اللي كانت مشتركة في حرب اليونكس أدركوا إنهم أثناء انشغالهم بالحرب مايكروسوفت بدأت تكبر بشكل خطير، مش فقط في سوق الكمبيوتر المنزلي، لا ده بقى ليهم وجود في سوق الانتربرايز. وبحسبة بسيطة أدركوا إن ده خطر عليهم كلهم، فبسرعة قرروا إنهاء الحرب وتوحيد الجهود وضم المنظمات الغير ربحية اللي هم عملوها مع بعض دي، بالإضافة إلى منظمة ثالثة كان اسمها اوبن جروب يونكس سيستمز، وانضموا كلهم على بعض تحت اسم ذا اوبن جروب، واللي موجوده حتى اليوم وليها نشاط مهم جدا في مجال السوفت وير. نتيجه الشغل اللي تم في المنظمات الغير ربحيه دي ان كل الشركات اللي كانت مشاركه فيها بقى عندها نسخه اليونكس الخاصه بيها، كلهم شبه بعض طبعا لانهم مبنيين بنفس الستاندردز ومستخدمين نفس الريفرنس، بس كل شركه بقى كانت بتحط التاتش بتاعها على النظام بتاعها علشان يبقى مميز. على راس النظم دي نظام IBM AIX، وده ما زال حي يرزق، وHB UX ويونكس وير، واعتقد ان هم ما زالوا شغالين لغايه النهارده. وعلى جانب
نسخة بيركلي البي اس دي، بقى عندنا فري بي اس دي ونت بي اس دي وغيرهم. ما بقاش في حاجة اسمها يونكس في المطلق. يونكس النهارده هو اسم الستاندرد وليس نظام تشغيل. حتى شركة اي تي ان تي باعت كل ما يخص نظام تشغيل يونكس لشركة اسمها نوفل وخرجت من المجال ده تماما. بعد كده واللي حصل ان جنو لينكس لاقى قبول كبير جدا في المجتمع التقني. الناس من جميع انحاء العالم بداوا يشاركوا لينوس تورفالدوس في بناء لينكس. وبرضه بنأكد ان الفترة دي المرجعية تقريبا الوحيدة لنظم التشغيل كانت يونكس بشكل او باخر. ايا كان الشخص اللي جاي يشارك في برمجه نظام تشغيل فهو اكيد اشتغل في نظام تشغيل سابق، ونظام التشغيل السابق ده كان احد النسخ الكتير اللي طلعت من يونكس. فاحنا نقدر نقول ان لينكس ده هو النسخه اللي كانت لازم تكمل من يونكس. المهم طبعا بسبب المشاركات العالميه دي فلينكس كبر بسرعه وبشكل قوي ومتماسك، دعم لاي هاردوير متاح تقريبا، ومفيش اي مصاريف ترخيص من اي نوع. وبدات تطلع شركات كتير جدا تعمل بيزنس حوالين يونكس. طبعا ما كانوش بيبيعوا يونكس نفسه، لكن كانوا بيبيعوا خدمات دعم فني. المهم نوضح ان لينكس في الاساس هو كيرنل فقط، وحتى يومنا هذا فان لينكس الكيرنل بيتم تطويره بشكل مستقل عن باقي اجزاء الاوبريتنج سيستم، والمسؤول عنها حتى يومنا هذا هو لينوس تورفالدوس. باقي بقى اجزاء مشروع مثلا زي جنو فطبعا المسؤول عنها فري سوفت وير فاونديشن. لكن احنا بقينا نقول لينكس على نظام التشغيل كله على بعضه، الكيرنل والتولز اللي فوقيها. محدش النهارده بيقول لينكس وهو قاصد الكيرنل، حتى لو احنا عارفين ان هو فقط كيرنل. الكوميونتي اللي اتبنى حوالين يونكس كان كوميونتي كبير، وكوميونتي كبير يعني انقسامات واختلافات كتير. فكل ما كان مجموعه تقيله من افراد الكوميونتي يختلفوا مع الباقيين كانوا بيستقلوا عن الكوميونتي ويعملوا نسخه بتاعتهم او ديستريبيوشن بتاعتهم. ومش افراد الكوميونتي بس اللي عملوا كده، لا، في شركات برضو عملت كده. النهارده احنا عندنا ديستريبيوشنز كتير من نظام لينكس، هنجيب سيرتها ونتعرف على اهمها. واحنا في الكورس مختارين طبعا نسخه عشان نتعامل معاها. انا مش هينفع اتعامل مع كل الديستريبيوشنز. كل ديستريبيوشن او بنقول عليها اختصارا ديسترو بتختار التول سيت اللي هي شايفاها مناسبه انها المفروض تبقى موجوده في نظام التشغيل، وبتستبعد التولز اللي هي شايفاها مش مناسبه. وكل فريق بقى وعنده وجهه النظر بتاعته. في ديستروز حققت انتشار كبير ونجحت، وفي ديستروز انتشارها ضعيف، وفي ديستروز ماتت. السبب الاهم في انتشار او عدم انتشار اي ديسترو هو قدره الفريق المسؤول عنها في دعمها والتسويق ليه. بغض النظر عن كل الديسترو دي، المؤكد في الموضوع ان لينكس النهارده بكل توزيعاته فهو محقق انتشار غير مسبوق في السوق، ويعتبر بلا مبالغه نظام التشغيل رقم واحد خصوصا في المنطقه بتاعه السيرفرز. اللي احنا قلناه ده عباره عن ملخص لتاريخ تطور نظم التشغيل. خدنا فكره معقوله عن الخط الزمني لتطور نظم التشغيل اللي بين ايدينا النهارده، وتجاهلنا نظم التشغيل اللي ما كملتش او اللي ما كانش ليها تاثير واضح في عمليه التطوير. واتكلمنا شويه عن تفاصيل تجاريه وصراعات ومجتمعات، لان التفاصيل دي ما كانتش مؤثره فقط في تشكيل نظم التشغيل نفسها، لكنها كانت مؤثره ايضا في تشكيل الطريقه اللي اي حد يقدر يحصل بيها على نظام تشغيل. انت النهارده تقدر تنزل نظام تشغيل على جهازك من غير ما تدفع ربع جنيه. ده ما كانش هيحصل لولا الصراعات اللي تمت في الثمانينات والتسعينات. في النهايه لينكس زي ما قلت لك هو يعتبر نسخه من يونكس اللي بدوره كان نسخه مخففه من مالتكس. على الرغم من ان صناع يونكس كانوا بيسخروا من مالتكس، الا ان التخطيط الجيد والرؤيه المستقبليه القويه لصناع مالتكس كانت السبب الرئيسي الغير مباشر في اننا النهارده عندنا نظام تشغيل قوي زي لينكس. اخر جمله هقولها لك ان الرؤيه اللي اتبنى عليها مالتكس تقريبا هي الرؤيه اللي اتبنت عليها الكلاود النهارده.